ازيكم يا احلى مشاهدين ومتابعين في الدنيا كلها، يا رب تكونوا بخير وجاهزين لحكايه النهارده من حكايات غاوي حكاوي. بس قبل ما نبدا يا ريت تسمعونا الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، ويلا بينا نبدا على طول في حكايه النهارده. فيلمنا بيتكلم عن الجزء الثاني من حكايه قلناها قبل كده، لو لسه ما شفتهاش ادخل على القناه وهتلاقيها بتتكلم عن كلب انقذ قريه بالموسيقى بتاعته. والنهارده بقى هنقول لكم ايه اللي حصل مع الكلب ده. بيبدا فيلمنا في الحديقه اللي كان فيها بادي اتعرف على فرقته الموسيقيه وبقى بيعزف في الحديقه دي معاهم باستمرار. مش هم لوحدهم اكيد، ده كان في فرق كتير موجوده في الحديقه، ووسط ما كانوا منسجمين وهم بيعزفوا موسيقى الروك فجاه بيلاقوا الدنيا اتقلبت حواليهم وبوليس كتير في المكان اللي بيبلغهم انهم لازم يخلوا الحديقه فورا ومن غير كلام كتير. وده لان بقى في مالك جديد للحديقه واسمه السيد لانج اللي اشترى المكان ده كله وعاوز يهده عشان يعمل عليه مشروع خاص بيه. حاول كل العازفين في الحديقه انهم يعترضوا على قرار الطرد ده وقالوا ان ده المكان اللي جمعهم واتولدت فيه مزيكتهم، لكن القانون فوق كل شيء طبعا، وعشان كده البوليس نفذ القانون وطرد كل الفنانين الموجودين في الحديقه. واللي كان بيتابع كل ده من بعيد هو السيد لانج نفسه اللي كان مبسوط بتنفيذ اول مرحله من مراحل خطته الشريره، واللي هنعرف بعدين هي عباره عن ايه. لكن بعد ما اتاكد ان اول خطوه خلاص هتتنفذ بلغ المساعدين بتوعه انهم يخلصوا بسرعه الجهاز اللي بيبنوه ده عشان المرحله الثانيه من الخطه قربت تبدا. في الوقت ده كان بادي واصحابه نايمين في البيت بتاعهم في المدينه، وكان بادي بيحلم كالعاده بالحاجه الوحيده اللي وقع في حبها لدرجه كبيره جدا، وهي موسيقى الروك اند رول، عشان فجاه يقوم مفزوع من النوم وبيحكي لاصحابه على الحلم اللي كان بيحلمه. وفجاه بيدخل ابوه الاوضه الكلب كامبا لو فاكرينه، وهو بيدندن بالموسيقى بعد ما خلاص حبها وبقى زي ابنه واكتر كمان في حبها، وبيقول لابنه واصحابه انهم لازم يقوموا يلا عشان الفطار هيفوتهم. وفعلا نزلت المجموعه، وقبل ما يبداوا اكل دخل عليهم الطور الكبير في السن لو فاكرينه برضه طبعا من الجزء الاول. ما انا قلت لك روح شوف الجزء الاول من الفيلم ده في فيديوهات القناه. على العموم الطور الكبير ده اسمه فليتوود، واللي كان جاي عشان يبلغ كامبا الاب انهم لازم يجوا القريه فورا لان في حاجه حصلت هناك لازم يشوفوها. ساعتها قام الاب على حيله كده وهو مكشر لانه كان فاكر ان الذئاب رجعت تاني وهجمت على القريه، وراح بسرعه على هناك ووراه فرقه ابنه بادي. لكن اول ما وصلوا لقوا ان مفيش حاجه حصلت، وان كل الموضوع ده ان سكان القريه الغلابه عملوا تمثال ضخم من الخشب للجيتار بتاع بادي، وده بعد ما عرفهم بادي على موسيقى الروك وبقى الكل بيحبوها كمان عشان يطمن الاب وابنه ويبداوا يتكلموا عن مستقبل فرقتهم الموسيقيه. وسط ما كانوا بيتكلموا كان بادي بيتفرج مع صحابه على السبب انه يبقى متمكن من عزف الجيتار، وهو القط انجوس. اول واحد عزف الموسيقى دي وخرج من تحت ايده موسيقيين كتار جدا، لكن قطع كلامه صوت طياره هليكوبتر بتقرب من القريه. ولما خرجوا عشان يتاكدوا من اللي بيحصل لقوا ان اللي نازل من الطياره هو السيد لانج نفسه اللي كان قاعد في بيته بيتاكد من هدم الحديقه وبيضحك ضحكات شريره وهو بيتفرج على اللابتوب بتاعه على فيديوهات خاصه بالكلب بادي وفرقته. لانج اول ما وصل القريه راح على طول للفرقه بتاعه بادي وعرض عليهم عرض لا يمكن يرفضوه. في الاول عرف نفسه على انه رجل اعمال بيحب موسيقى الروك، وقرر انه يعمل فرقه خاصه بيه يخليها تعزف مع اشهر المغنيين في العالم، واختار فرقه بادي عشان تكون هي الفرقه اللي يتبناها. وقال لهم انهم لازم يجوا معاه عشان يبداوا اول جولاتهم حول العالم من المدينه هناك عشان يغنوا مع اشهر مغنيه في العالم وقتها في الحفله الكبيره على اكبر مسارح المدينه. بعد العرض المذهل ده لمعت عين بادي وفرقته، لكن ابوه كان مش مرتاح للسيد لانج ده ونصح ابنه ان ما يسمعش كلامه. بس بادي كان شايف ان العرض بتاع السيد لانج هو البوابه للعالميه ولازم يروحوا معاه، وفضل يزن على ابوه كتير لغايه ما اضطر الاب انه يوافق. وفعلا ركبت الفرقه بكل معداتها مع السيد لانج في الطياره بتاعته وراحوا على المدينه. اول ما وصلوا للمدينه عرفوا ان المغني المشهور اللي هيغني معاهم هي الفنانه ليل، اشهر مغنيه في المدينه والعالم وقتها. ومش بس كده، ده السيد لانج كمان قدم لهم العربيه الخاصه بيهم في جولتهم، وقال لهم ان فرقتكم هيبقى اسمها الرسمي ترو بلو، وده الاتوبيس بتاعكم اللي هتستخدموه في رحلتكم، وكمان فيه روبوت اسمه اوزي هيكون مرافق ليكم في كل جولاتكم. وساعتها بدا واحد من الفرقه انه يغير ملامح الاتوبيس ويدهنه من اول وجديد عشان يمشي مع ذوقهم واسلوبهم. ووصلت وقتها المغنيه ليل في الاتوبيس بتاعها، ولما دخلت فرقه ترو بلو المسرح اتخضت من حجم المكان وحجم الجمهور اللي موجود لدرجه ان بادي بدا يتوتر وحس انهم مش قد الخطوه اللي بداوها دي، عشان يبدا زمايله يهدوه ويقولوا له انهم لازم يكملوا الطريق للاخر. وفعلا اقنعوه وشجعوا بعض وقرروا يطلعوا على المسرح ويبهروا كل الموجودين. وبعد وصله من العزف كان كل الموجودين مبسوطين من العزف اللي سمعوه، وده شجع الفرقه اكتر. وطلب واحد من الفرقه من زميله بادي انه يستخدم قواه السريه عشان يطلع السحر بتاعه ويعجب الناس اكتر، عشان فعلا يتحمس بادي ويطلع القوه اللي بتسحر كل الناس وبتدهشهم، وسيطر على عقول الناس بجمال عزفه بما فيهم الفنانه ليل نفسها. لكن وسط كل ده كان السيد لانج مبسوط وبيضحك من بعيد، وده طبعا لان خطته ماشيه زي ما هو عايز بالظبط. بدات رحلات فرقه ترو بلو حول العالم، وده خلى شعبيتهم تزيد ويبداوا يتعرفوا اكتر واكتر. وكانت الفرقه مبهوره باللي بتحققه وان احلامهم اخيرا بتتحول للواقع. وفي اخر يوم من جولاتهم كلم الاب كامبا ابنه بادي من خلال الفيديو كول عشان يطمن عليه ويساله هيرجع للقريه امتى، عشان يقول له بادي انهم للاسف مش هيقدروا يرجعوا قريب للقريه لان رحلاتهم اتمدت اكتر. وبيقفل معاه الخط، وبعد ايام واسابيع بتعدي
معدي بيرجع بادي وفرقته للمدينه، واول مكان بيروحوه هو اول مكان عزفوا فيه وهي حديقه الروك اند رول بتاعتهم. لكن اول ما وصلوا لقوا تظاهرات كتيره هناك من الحيوانات بتطالب بمنع هدم الحديقه دي، وكان وسط التجمع ده السيد لانج نفسه وهو بيمثل مع الناس انه متعاطف مع مطالبهم وعاوز يساعدهم، ما يعرفوش الحقيقه وان هو اللي ورا قرار الازاله نفسه. وكان بادي مش عارف ايه اللي بيحصل، فسال واحد من اللي واقفين عن السبب في التجمع بتاعهم وغضبهم ده. قال ان في شخص مجهول اشترى الحديقه وعاوز يزيلها عشان يتضايق بادي وفرقته من اللي سمعوه، وقرروا انهم يعملوا المستحيل عشان يمنعوا القرار ده من التنفيذ. وقرر يروح يتكلم مع السيد لانج، وهنا بقى كانت الصدمه لينا كلنا، لان السيد لانج ما طلعش الحمل الوديع اللي نعرفه، ده كان زعيم عصابه الذئاب اللي هزموهم في الجزء الاول. اكيد ما تعرفوهوش صح؟ ما انا قلت لك ادخل دلوقتي على القناه واتفرج على ملخص الجزء الاول للفيلم ده وانت هتبقى ماشي معانا على الخط. المهم اول ما دخل بادي على لانج الاوضه راح لابس القناع بتاعه تاني بسرعه عشان ما يعرفش بادي سره، وعرف من بادي رغبته في انه يمنع هدم الحديقه، وبيوافق لانج انه يساعده، لكنه طلب من بادي انه يغير شويه من مظهره بعد الشهره الكبيره اللي بقوا عليها. في الاول كان بادي معترض على القرار ده ومقلق منه حبتين، لكن لانج كان عارف ازاي يقنعه، وطلب منه يطلع للمغنيه ليل اللي هي كمان حابه تشوفه بمظهر جديد. وفعلا طلع ليها وبداوا يتمرنوا ويغنوا مع بعض، وقدرت تقنعه بانه لازم يسمع كلام لانج لانه كلامه صحيح دايما. وبعد ما قضى الوقت معاها وكانوا مبسوطين جدا بالوقت اللي قضوه سوا، قرر فعلا انه يوافق على كلام لانج واي حاجه يقولها، وراح عشان يبدا مرحله تغيير شكله بالشكل الجديد اللي يتوافق مع شهرته الحاليه. وفعلا بدا المتخصصين في الشغل ويغيروا شكل بادي على الاخر. ولما راح لاصحابه في الجنينه كانت الصدمه، لانهم في الاول ما عرفوهوش، لكن بعد كده قدروا يتاكدوا ان ده صاحبهم بادي اللي عارفينه من زمان. زمايل بادي في الفرقه كانوا معترضين على التغيير اللي عمله في شكله ومش عاجبهم كمان، لكن للاسف اجبرهم انهم يسمعوا كلام لانج ولبسوا نفس اللبس بتاعه كمان في الحفله الخيريه اللي هيعملوها في الحديقه. وبعد ما الحفله خلصت وكالعاده الكل كان مبسوط ومبهور بالموسيقى بتاعتهم، قال زمايل بادي ليه انهم مش عاجبهم القرارات الفرديه اللي عماله تتفرض عليهم دي. بس نقول ايه بقى يا صاحبي، الحب بيخلي الواحد اعمى، وده اللي حصل مع بادي، لان بسبب كلام ليل معاه واقناعها ليه بانه لازم يسمع كلام لانج كله خلته يخسر اصحابه اللي قرروا يسيبوا الفرقه بسبب تمسك بادي بقرارات لانج. وهنا كانت الفرصه للذئب المكار انه ينفذ اخر خطوه في خطته، وقرر ياخد لانج معاه وقال له انه مش محتاج الفرقه بتاعته خلاص، وان هو النجم الحقيقي، ولو عايز النجوميه فعلا فلازم يجي يشوف الجهاز اللي عمله مخصوص علشان. وقال له ان الجهاز ده هيساعده انه يستغنى عن الكل ويبقى هو النجم الوحيد، بس لازم يدخل جوه ويبدا يعزف. وفعلا لمعت عين بادي ودخل جوه الجهاز، لكن مع اول ضربه على الجيتار بتاعه بدا الجهاز يشتغل ويشفط كل القوه الخارقه اللي بيتمتع بيها بادي. وبنعرف ساعتها ان كانت خطه لانج الشرير انه يسحب الطاقه من بادي ويحولها للجيتار بتاعه عشان يستخدمها ضد بلده الاغنام الغلابه، وبيغمى على بادي وقتها على طول. في الوقت ده كان سكان القريه بيتعرضوا لانهيار جليدي ضخم ما حصلش من سنين، وافتكروا وقتها ان الجبل غضبان عليهم، وبدا الكل يهرب، ونجحوا فعلا انهم يبعدوا كل سكان القريه عن المكان. لكن كامبا لمح خروف لسه ما خرجش وكان بيستحمى، رجع تاني بسرعه عشان ينقذه، وفضل يجري من الهيار الجليدي، ولما حس انه مش هيلحق يعدي الجسر حدف الخروف بكل طاقته للجنب التاني واختفى كامبا وسط التلج. في نفس اللحظه دي خرج بادي مطرود من بيت لانج وراح نام على كرسي في حديقه الروك، وهناك جاله البوليس وطرده كمان منها. وقابل بادي الروبوت اوزي بتاع الفرقه بتاعته ووراله خبر الانهيار في الجرايد وتدمير القريه بالكامل، فركب معاها العربيه بسرعه وراح مذعور على القريه. وقابل هناك جده وجدته، ولما سالهم على ابوه سكتوا، فحس انه خسر ابوه للابد. لكن فجاه بيخرج كامبا من البيت القريب منهم، وبنعرف انه كويس لكن رجله اتكسرت في الانهيار ده. وبعد ما اطمن الابن على ابوه بدا يحكي له على كل اللي حصل معاه، فهداه جده وطلب منه انه ياخد الجيتار بتاعه القديم ويعزف اللحن بتاعه اللي كان بيشوفه دايما في حلمه. وفعلا حصلت المعجزه ورجعت قوه بادي تاني بعد ما عزف شويه صغيرين على الجيتار القديم بتاعه. وساعتها قال الاب انه لازم يرجع للمدينه وينتقم من السيد لانج ده ويدفعه ثمن كل اللي عمله. وفعلا وافق بادي وركب الاتوبيس عشان يرجع على المدينه. في اللحظه دي كان السيد لانج مع فرقه بادي القديمه وباقي الحيوانات في المدينه بيطلب منهم انهم يعزفوا معاه. في الاول كانوا زمايل بادي شاكين في مستر لانج ده، وخصوصا لما شافوا جيتار زميلهم معاه، لكن وافقوا يعزفوا. واول ما بدا اللحن طلع لانج القوه بتاعته من الجيتار وسيطر على كل اللي موجودين. وكانت ليل بره سور الحديقه العاليه اللي بناها لانج عشان يخلي الكل محجوز جوه وتحت سيطرته. وصل بادي هو كمان عند ليل وعرف اللي حصل، ودخل الحديقه من خلال ونش جابه اوزي. ولما واجهه لانج على المسرح كشف عن قناعه وعرف بادي انه زعيم عصابه الذئاب، فقرر يواجه الزعيم مواجهه شرسه جدا، بس للاسف مش معاه الجيتار بتاعه. فدخل اخوات الفنانه ليل بنفس طريقته ورموا له الجيتار، ودارت بينه وبين زعيم العصابه مواجهه شرسه اتصابت فيها ليل وسيطر كمان فيها الذئب الشرير على بادي. لكن ليل رجعته لوعيه بالريشه بتاعه الجيتار، وقدر بادي انه يضرب باقصى قوته ويطير زعيم الذئاب بره المدينه خالص. ومش بس كده، ده كمان التلج اللي كان مغطي القريه اختفى بالكامل. وبينتهي فيلمنا النهارده لما بيتحقق حلم
فرقة بادي بانهم يبقوا اشهر فرقة في المدينة كلها، وكمان انضم ليهم عضو جديد وهي المغنية ليلي. خلصت حكايتنا النهاردة، بس حكايتنا اكيد لسه ما خلصتش. قولوا لنا رأيكم في الكومنتات تحت، وتأكدوا انكم اشتركتوا في القناة قبل ما تخرجوا، وكمان ما تنسوش تدوسوا على زرار اللايك اللي تحت، ونشوفكم قريب في حكايات جديدة. مع السلامة.